السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو النهاردة لكل زمايلي وكل الأهلاوية اللي مقموصين مني. أنا والله يا جماعة ما بحفل. أنا بطلت أحفل على الأهلاوية صعبانين عليا. يعني أنا لا أحفل على البنك الأهلي ولا على الاتحاد ولا على قبل كده، عشان ما حدش يطلع لي يقول لي المصري. أنا بطلت أحفل على الأهلاوية صعبانين عليا. إحنا زارعين عندهم عميل سري، إمام عاشور. انا لما احب اتكلم واحد اهلاوي واعرفه اهانته او ان هو انسان بيشجع نادي زي كده، ما بشتمش ولا بحفل. بقول له امام عاشور. هو بقى يفكر بقى ايه اللي بيحصل له، بقى امام عاشور بيعمل فيا ايه، امام عاشور بيهني ازاي، شتم اهلي، شتمني، شتم رموزي، ضرب الكابتن بتاعي. كل ده انا بعمل فيديو عشان في زمايلي بجد بجد، اللي خد جنبه واللي اتقمص واللي يقول لي انت حرام عليك، ايه اللي عامله فينا ده. انا يعني مش عارف، ده في واحد اخر واحد بيقول لي انت كذاب، وانت قول اللي حصل، مرتضى عمل فيكم ايه. اللي دخل مرتضى؟ مرتضى ده كان رئيس نادي لفترة، 99% من الزملكاويه مش مأيدينه، بس الراجل كان طول عمره بيشتم في الاهلاويه وبيشتم في الخطيب. فده ملناش دعوه بمرتضى، احنا بنتكلم على مبدأ. انا بقول انا راجل عندي اخلاق ومبادئ واسس اتداس عليها زي النجيله. جه واحد كده طلعنا ملط في كل حاجه، لا ولسه بندافع. فانا المشكله كلها ان انا بكلم زمايلي في الفيديو ده مش عشان احفل عليهم بالبنك الاهلي. كده كده البنك الاهلي بيرزعهم بالاربعه، بيدوس عليهم على طول. يعني يوم ما بيكسبوا البنك الاهلي لا الا اوفسايد لا الا الفار ما تدخلش، فكده كده البنك الاهلي جامد عليهم. انا يعني تحفيل على الاهلي بكلمه واحده: امام عاشور. ده بالنسبه للاهلي، ان الاهلي يعني حرام عليه والله اللي بيعمله امام عاشور. يعني ثبت ان ما عندهمش مبدأ، مفيش مبادئ، مفيش منطق. يعني هتك عرض منطقهم واغتصب مبادئهم، عمل حاجات كتيرة قوي. يعني بهدلهم، شتم الرموز وشتم الامهات وشتم الاهلاويه نفسهم لما قال لابس احمر احمر في احمر، هو اهلاوي ولا ايه؟ وفي الاخر بيتخانق مع المدرب مش عايز يقعد احتياطي. بطل النجم بتاعهم سوبر واحد ده بيشتمهم، ازاي يقعد على الدكه؟ انتوا بتهزروا. ضرب الكابتن بتاعهم، فالكابتن بتاعهم قال له عيب، في نظام، مش في الاهلي الكلام ده. المدير الفني اللي يقول عليه يقعد احتياطي يبقى يقعد احتياطي. فتاني مره عايز احتياطي قعد الشناوي، فالشناوي اتضايق قال لك لا انا ما اقعدش احتياطي يا شبيه. ده ايه النظام ده؟ مع انه متخانق مع امام عاشور من يومين عشان امام رفض انه يقعد احتياطي. يجي النهارده يقول لا انا اقعد في البيت احسن، ايه اللي قعدني احتياطي؟ ده مبادئ، دي مبادئ واسس الاهلي. الله اكبر عليكم يا جماعه. الدنيا بتمشي لقدام، انتوا ماشيين بظهركم. يعني ميمي عبد الرازق ما قال بيشجعوا بظهركم حاجه، لكن يبقى ظهركم في المبادئ وبالفهم وفي النظام وفي كله. سيبنا بقى من إهانة الأهلي. كده كده هو نادي على طول دايما إهانة، شتيمة، مفيش مبادئ، مفيش أقنعة زي شوبير. يعني بدل ما نقول الإهانات دي كلها نقول إمام عاشور. نيجي لإيمو بقى، لا عقلية جميلة، قطيع، تقول كلمة يجري وراك. فقال لك أنا بعتز للجماهير، واللي بيحصل هنا ما بيحصلش في حتة تانية. طب نيجي للحتة التانية اللي عملتك. هي الحتة التانية دي انت قدرت يا ايمو في مرة كده يعني جه عليك ميتشو وفريرا وباتشيكو وكاردرون، الناس دي جيت في مره اتخانقت مع مدرب؟ لا. مع مدير كوره؟ استحاله. ما بسمعش ليك حس. طب اتخانقت مع جارك؟ لا. مع فرد امن واتعمل لك محاكمه واتنين احاله وغرامات؟ لا. طب سهرت وشربت كده مع رضا البحراوي او عملت ديزاين مع كذا واحد كده في حفلات؟ لا. طب طلعت انت والمدام وطلعت في صور وسيبك من تمرين والقصه دي؟ لا. طب يا ابني ما هو كلامه صح، اللي بيحصل في الاهلي ما بيحصلش في حته تانية. الحته التانية كان مربياه، كان الكابتن بتاعه بيعملوا تعظيم سلام، يشتموا يهزقوا يضربوا بازازه في وشه يبص في الارض، مش يقول لا عيب وطي صوتك راح واكله بالبنيه في وشه. احنا ناس كتير قوي بتقول الشناوي ما لعبش النهارده بسبب ان تحت عينيه زرقان. نفس النهارده برضك امام تحت عينيه مش زرقان، تحت عينيه ورمان من الميه اللي شربها في الفرح. دي مبادئ برضك، مبادئ النادي الاهلي. الاجمل من ده كله ان امام عايز يفهم القطيع اللي بيحصل في الاهلي ما بيحصلش في حته تانية. فلما نيجي نفهمهم كبيب باسلوب حياه ان الحته التانية كان منضبط،
جه في مره اتغلبنا في السوبر، احنا واخدين دوري وكاس ساعه ما عمل ممر الشرفي، اتغلبنا في السوبر واتريقتوا عليه وقلتوا عليه امام عاشور وظهر امام عاشور. الراجل ده راح صبغ شعر ابيض. انت عارفين شيكابالا عمل فيه ايه؟ قال له يوم بكره الصبح لو لقيتك بشعرك الابيض ده هشوف انا عامل فيك ايه. ملحقش ينام، صبغه اسود تاني وحلقه خالص احترام للكابتن بتاعه. ده الحته التانيه. الحته التانيه دي عمرنا ما شفنا امام عاشور بيطلع يتخانق مع مدرب، مع مدير كوره، مع الكابتن بتاعه، مع فرد امن، بيعتدي على ناس، بيطلع يعمل سهرات ويعمل جولات. دي الحته التانيه اللي عملتك يا امام. على فكره انا عامل بوست كده جميل تعظيم سلام لامام. امام عاشور اثبت ان النادي الاهلي ملط في كل حاجه، ملط بطول الحال، ملط في المبادئ مفيش مبادئ. الدليل ان هم عملوا ايه؟ جابوا اللي شتمهم. دي كارثه. جابوا اللي شتمهم. الاجمل من ده كله ان لحد النهارده امام عاشور بيهين فيهم وبيحبوه. يعني شتموا امهاتهم عادي، ايه يعني؟ المهم يجيب لي بطوله حرام. طب الشتام كنتوا ايه يعني؟ حبيبي يا امام اشتم ودوس علينا تاني يا نجم، هات لنا بطوله حرام. طب الراجل ده شتم مدير كوره واتريق عليه وقال له كرهتني في الشهر الكريم. ده شبه اسمه بالشهر الكريم. ايه يعني يا عم؟ احنا غرمناه مليون جنيه، احنا ناس عندنا مبادئ. عقليه ضلالة التشجيع الشمال وعقيدة البيب بيب اسلوب حياة. الاجمل من ده كله ان امام عاشور طلع محمد رمضان قال لك امام ملتزم وبيتدرب اسبوع لوحده ومنعزل لوحده. نيلي فرح هاجر احمد ملكة جمال مصر 2022 وشارب تين وبيغني مع مين؟ مع بحراوي، وهو راجع مشغل ام كلثوم. ايه يا جدعان الجروقان ده؟ هو يا جماعه امام عاشور هيفضل لامتى يدوس يدوس يدوس؟ انا اسمع ان اللعيب يدوس على النجيله، لكن يدوس على نادي وجماهيره دي صعبه. عامة انا بعمل الفيديو ده عشان زمايلي الاهلاويه اللي يعني بيقول انا عنفت معاهم، مع اني والله ما قلت لهمش الا امام عاشور. يعني كل واحد اهلاوي بقابله لا بحفل عليه ولا اقول له اتعادلتوا البنك جامد. مع اني رحت النهارده اسحب فلوس من المكنه ما عرفتش، لقيت الاهلي محشور فيها. بس برضك ما تقولش اقول له الجمله دي، قلت له امام عاشور قعد يشنج ويترفس وانتوا محروقين دمكم من امام عاشور ليه؟ هو امام عاشور عامل لكم يا ابني؟ عامل لكم انتوا مش عاملين احنا. احنا زملكاويه مش اهلاويه. امام بيجي على اهلاويه بس. فمعلش اي واحد اهلاوي زعلان مني انا بطبطب عليه وبقول له امام عاشور يعني يا نهار اسود امام عاشور تاني. امشي يا امام امشي يا امام ما تنهمش بقى. معلش امام عاشور العميل السري لنادي الزمالك، الله اكبر عليك يا مان، استمر. انا عايزك لحد ما توصل لراس الكبيره وساعتها هيدافعوا عنك. ده مبادئ.